محمد صلاح بيعلم شيرين أدب. فقد الأمل في إنها تبطل إدمان للمخدرات، وبعد ما خرجت من المستشفى ورفضت تكمل علاجها عمل لها أنفولو على الإنستجرام. شايفها نموذج وحش ما ينفعش الشباب يعملوا زيه، وحملاته ضد الإدمان خلته يتجاهلها. محمد صلاح كان بيحب شيرين جدا وبيحب يسمع أغانيها، وكان متابعها دايما على الإنستجرام وبيعمل لها لايك على أي حاجة بتنزلها. لكن تصرفاتها الأخيرة ضايقته جدا. في بداية أزمة شيرين لما اتعرف إنها مدمنة ما كانش حابب ياخد أي أكشن، خصوصا إنه اتقال إنها دخلت المستشفى. ساعتها صلاح فكر إنه طالما هي ناوية تتعالج يبقى دي حاجة كويسة، وممكن تبقى نموذج بعد كده للمدمنين اللي نفسهم يتعافوا من السكة الغلط دي. وفضل صلاح متابع الموضوع من بعيد لبعيد لحد ما عرف إنها خرجت من المستشفى قبل ما تكمل علاجها. صلاح زعل جدا من التصرف ده، وما كانش متخيل إن نجمة كبيرة زي شيرين تعمل تصرف العيال ده. قرر صلاح يعمل أنفولو لشيرين بعد تصرفاتها دي، علشان حس إنه خلاص فقد الأمل إن حالها يتصلح وتتوب عن السكة اللي هي ماشية فيها دي. صلاح طول الوقت بيحاول يبعد الشباب عن الإدمان ويكون قدوة كويسة ليهم، وعلشان كده عمل حملات كتير لمحاربة الإدمان. حملات صلاح دي ما كانتش مجرد إعلانات، لكن اتحولت على الأرض لواقع، وبشهادة ناس كتير اتعافوا من الإدمان إن صلاح كان سبب رئيسي ومحفز ليهم علشان يبطلوا شرب مخدرات. ولك أن تتخيل إن بسبب حملة أنت أقوى من المخدرات اللي عملها صلاح، كان صندوق مكافحة الإدمان بيجيله 400 مكالمة يوميا من مدمنين نفسهم يخفوا وشايفين صلاح قدوة ليهم. طبعا صلاح حس إن شيرين بتهدله ده في ثانية، وإن أي علاقة بتربطها بيه هتكون ضد الرسالة اللي هو مؤمن بيها طول الوقت. علاقة شيرين بصلاح بدأت من حوالي شهرين في معسكر المنتخب لما قابلته وأخدت صورة معاه. قلبت الدنيا لأن الناس بتحب الاتنين جدا جدا. وقتها شيرين عبرت له عن إعجابها بيه وبحجم تأثيره على الشباب، وساعتها صلاح قال لها إنه بيحب أغانيها جدا، لكن ما كانش يعرف وقتها إنها مدمنة. لكن بعد أزمتها الأخيرة حس صلاح إن لو فضلت صداقته مع شيرين مكملة هتأثر على شعبيته، ويمكن كمان المدمنين اللي خفوا بسببه يرجعوا تاني لشرب المخدرات. صلاح اتبرأ من شيرين بعد ما حاول يدخل وسطاء يتابعوا حالتها ويشوفوا هي واصلة لحد فين، ولو محتاجة حاجة يساعدوها. لكن الكل أكد له إنها راحت في سكة مش عايزة ترجع منها، ومش بتسمع لحد غير حسام حبيب. ناس كتير شجعت صلاح على موقفه من شيرين لأنه قدوة، وما ينفعش أي حاجة تربطه بشخصية عامة بقى لها تأثير سلبي ومزعج على الناس زي شيرين دلوقت، وإنه كان لازم يعمل كده من بدري جدا. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب.